السلام عليكم حبوباتي، مرحبا بكم في فيديو جديد وريسيت جديدة. شوفوا لي هذيك الغريبة ولا الغريبية، كل واحد كيفاه يقول لها ليسونسيال. شوفوا لي كيفاه مشقة، تهبل البنات، وماهيش تاع الزبدة، راهي غير بالزيت فقط. يعني مالفه نديرها بالزبدة وتجي ثاني تهبل. انا يعني الوصفة المعتمدة عندي بالزبدة، بصح زوجي يحبها شوية هيك حاكمة روحها، ويحبها مقرمشة، ما يحبهاش هذيك اللي تذوب في الفم هيك كيما نحبوها الكل، يحبها شوية تتقرمش. الوغ بدلت الوصفة، درت تاع الزيت، وكيما كان الحال جاتني تتقرمش صافا. ماهيش كيما تاع الزبدة. المهم شوفوا لي هذوك التشققات كيف ما شوفوا لي هذيك المنظر كيفاه باهي. نتمنى يا رب تجربوها وترجعوا لي آراءكم بكل صراحة، وإذا تحبوا تاع الزبدة نحط لكم. نروحوا المكونات وطريقة التحضير. لهنا عندي 17 مغرف بومبي تاع فارينة، تكونوا صفيتوها هكا في صفاية، وعندي 4 مغارف كبار سكر كلاس، وعندي مغرف فاني، وعندي نص مغرف هكا تاع خميرة. شوفوا المغرف قدواه البنات، هذيك الصغيرة خلاص تاع خميرة. ونخلط النواشف هذوما مع بعضهم. اذا عندكم كاوكاو ولا مكسرات ولا جلجلان، ضيفوا هكا كمية قيس 2 مغارف ولا 3 مرحيين. انا هنا ما كانش عندي متوفر، اكتفيت غير بالمكونات هذوما برك. بصح الكاوكاو يزيد لها هكا نكهة خاصة. شوفوا لي البنات لهنا راني نلم بالزيت، ابقوا زيدوا هكا غير بشويه برك. عندكم البنات تزيدوا بالياسر، اي ليه هكا تفسد لكم. ديروا غير بشويه برك، وخلطوا بيان حتى تتحصلوا على عجينه هكا، تتحصلوا على عجينه هكا متماسكه، وتقدروا تشكلوها. وماهيش هذيك اللي تتفتفت وحدها، لا. ها هو البنات القوام اللي نحكي لكم عليه، هايا ماهيش جارية خلاص، وماهيش هذيك اللي تتفتفت وحدها. نروح نشكلوها البنات كوريات. انا لهنا راهي جاتني 30 كورية بالضبط. فوالا ها هما درتهم شويه صغار. مالفا كي ندير تاع الزبده نديرهم شويه اكبر من هكا، بصح اليوم درتهم تاع الزيت، درت شويه صغار. وزينتهم كيما راكم تشوفوا غير بشويه قارفه برك من فوق. فوالا حتى كملت الكعبات تاعي كامل. من بعد دخلتهم الفور يكون سخون من قبل، شاعل على 200 درجة. من تحت كي نشوفها بدات تحمر شوية وبدات تتشقق، نشعل لها من الفوق. تحبوا تحمروها اكثر من هيك حمروها، انا نحبها غير كيما هكا برك. نتمنى يا رب تكون عجبتكم الوصفة، ونتمنى تجربوها. ودوك نزيد نحط لكم الوصفة تاع الزبدة، وجربوهم في زوز واعطوني رايكم بكل صراحة. هي حتى هذه باهية، غير انا نحب تاع الزبدة اكثر، والزوج يحب هذه اكثر. علىها خاطر هذه تجي مقرمشه على تاع الزبده. تاع الزبده تجي هذيك اللي تجي ذيبه ذوبان هكا، كي تحطيها في فمك تذوب. وهذه البنات حتى هي يعني مليحه، مش هذيك اليابسه، بصح ماهيش القوام تاع الزبده. هاكم تعرفوا البنات الحاجه تاع الزبده ماهيش كيما تاع الزيت. تاع الزيت تجيك شويه تتقرمش على الزبده.